وبركاته. حاليا أصبح بالإمكان تغيير معرف يوتيوب، يعني معرف القناة. ففي البداية بتصلك رسالة مثل هي الرسالة: مرحبا يحيى المعلوميات، نود إعلامك أنه خلال الأسابيع القادمة ستقدم منصة يوتيوب أسماء الحسابات لتسهل على أفراد المنتدى العثور على بعضهم البعض والتواصل مع بعضهم البعض. سيكون اسم حسابك مخصصا لقناتك، وسيتمكن المشاهدون من استخدامه للإشارة إليك في التعليقات والمشاركات في المنتدى وغير ذلك. طبعا هاي الرسالة الأولى بتجيك، أنا أجتني هاي الرسالة بتاريخ 19/10. بعد منها بتجيك رسالة تانية بتأكد إنه الحين بإمكانك حجز المعرف الشخصي. فهي الرسالة الثانية الأخيرة اللي هي وصلتني اليوم، يعني تاريخ 3/1 نوفمبر قبل 11 ساعة يعني وصلت. فبتقول لك: مرحبا للمعلوميات والترفيه، أصبح بإمكانك الآن اختيار اسم حساب لقناتك. نود التذكير أنه إذا كان لديك عنوان URL مخصص لقناتك فإننا نحجز لك هذا العنوان ليكون اسم حسابك في معظم الحالات. إذا أعجبك الاسم يمكنك الاحتفاظ به، أو يمكنك تغييره إذا أردت اسم حساب مختلفا. إذا لم يكن لديك عنوان URL مخصص في الوقت الحالي فسيكون بإمكانك أيضا اختيار اسم حساب. إن أسماء الحسابات فريدة، لذلك في حال اختيار واحد منها لن يتمكن مستخدم آخر من اختياره. فالمهم كل ما عليك أنت تضغط هون على اختيار اسم حساب طبعا، وبيجيب لك بتتابع التعليمات. طبعا أنا غيرت اسم الحساب، فشو عم بيقول لي: مرحبا، تم حجز اسم معرف لقناتك. اسم المعرف هو user Y4IT and parties. طبعا أنا قناتي اسمها يحيى للمعلوميات والحفلات، فأنت بدك تختار يعني شيء مناسب لقناتك، يعني ما تروح تختار اسم ما له صلة بالقناة نهائيا. طبعا هو بيجيب لك اسم يعني غير معروف، فأنت لازم تغيره. يعني هون بعد كلمة @user شرطة بتصير بتغير أنت بهالأحرف هي اللي موجودة. فمثل ما حكينا، أنا باعتبار قناتي يحيى المعلوميات والحفلات حطيت معرف يعني بيناسب القناة بالضبط، يعني حرف واي يعني يحيى، فور لأجل، اي تي يعني المعلوميات، اند بارتيز الحفلات. فهذا كل شيء في الموضوع. فأتمنى منكم كل واحد يسرع ويحجز عنوان URL مخصص قبل ما غيره ياخده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.